مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. معاكم دكتورة سارة زيتون، أخصائي جراحات أورام الثدي التجميلية، وموضوعنا النهاردة هيبقى التهاب الثدي المناعي أو الالتهاب الحبيبي اللي بنسميه الجرانيولوماتيس ماستايتس. النوع الالتهاب ده نوع خاص جدا، وللأسف طريقة تشخيصه بتبقى مش سهلة، وممكن يتشخص غلط على إنه خراج أو التهاب عادي، وبالتالي بيؤدي لمشاكل كبيرة. اول حاجه طريق شكل الالتهاب المناعي هو بيجي بشكلين، يا اما شكل كتله بتبقى في الاشعه تمثل او تشبه الاورام، وساعتها بنشك فيها ونقول هناخد عينه بابره قطعه زيها زي الاورام عادي جدا، او بيجي في طريقه تانية اللي هي شكل الخراريج او الالتهابات المتكرره. يبقى الثدي ملتهب واحمر وفيه صديد، واي دكتور مثلا جراحه عامه يشوفه هيقول ده خراج لازم يتفتح ويتنضف. بعد ما يتفتح ويتنضف نلاقي ان الجرح ما بيخفش والصديد مستمر، فنضطر ندخل العمليات تاني ونفتح وننضف تاني، ونلاقي الموضوع دخل في دايره مفرغه ما بيتحسنش. وساعتها العيانه بقى تبتدي تلفت على دكاتره كتير قوي لحد ما تروح لحد متخصص من الثدي ويكتشف ان هو ده الالتهاب المناعي المزمن او الالتهاب الحبيبي، ويبتدي يمشي في سكه العلاج الصح. الالتهاب المناعي عليه دراسات كتيره جدا، مفيش اي طرق علاج قاطعه، بس اكتر حاجه اثبتت انها بتؤدي معاه لنتائج كويسه جدا هو العلاج بالكورتيزون. بناخد جرعة كورتيزون محددة مش كبيرة لمدة برضو محددة مش كبيرة عشان نتفادى الدخول في الآثار الجانبية للكورتيزونات. وساعات بنحتاج نضيف في العلاج بتاعه كريم فيه كورتيزون زي الفيوسيكورت أو البيتاديرم أو حاجات أخرى، وبنبتدي ندي الكورتيزون بالجرعات ديت لفترات بتتراوح من ال3 اسابيع لل6 اسابيع لحد ما بنلاقي نتيجه مرضيه، وبعدين بنبتدي نقللها عند ال6 اسابيع حتى لو ما جبناش نتيجه كبيره عشان خوفا من الاثار الجانبيه، وبنكمل على الكريمات لحد ما نقدر نعيد الكره ونبتدي ناخد سايكل تانية من الكورتيزون. ممكن نستخدم ادويه مضاده للتورم او مضاده للالتهاب كوسيله مساعده لتحفيز عمل الكورتيزون اسرع. وطبعا لو في اي تجمع للصديد بنتم شفطه او سحبه عن طريق السرنجه، وبنتجنب تماما فتح الخراج في النوع ده من الالتهابات لانه مش بيخف وبيؤدي لاثار جروح وبيؤدي لتشوه للثدي، لدرجه ان حالات كتير ممكن تستدعي استئصال للثدي نتيجه التعامل مع الالتهاب المناعي المزمن بطريقه خاطئه. يا رب اكون افدتكم، نتقابل في فيديوهات تانية.